لكن القندوسي واحد من العناصر الأساسية لمنتخب الجزائر. القندوسي لعيب، لا إلا بيبقى تغييره في الشوط الثاني، لا إلا في بعض اللقاءات بيبتدي. فتخيل انت لما يكون عندك لاعب بقيمة القندوسي، والقندوسي على فكرة من اللعيبة كمان المتدينة، يعني اللعيب اللي هو ملتزم داخل وخارج الملعب، يعني لعيب ما بيخلقش مشاكل خارج الملعب، مش هتلاقيه راح يتخانق ولا راح يضرب ولا بتاع لقطة مثلا على السوشيال ميديا ولا لا، لعيب ملتزم جدا. فالقندوسي ده ببلاش ملك النادي الأهلي وبيلعب منتخب الجزائر، وكولر هو اللي استغنى عنه عشان يجيب مكانه مودست. فتخيلوا يعني، شوف العين رايحه لفين، وشوف القندوسي، وشوف اللعيب اللي ما يكون ملتزم وبيلعب منتخب الجزائر. ولكن في النهايه الاداره سابته بكل سهوله بعد ما دفعت فيه $1,400,000 وعماله تعيره وتدفع فلوس ليه كمان، وهو في سيراميكا بيدفعوا نصف راتبه